الانمي بتاعنا النهارده جديد ومختلف لانه بيحكي عن بنت يتيمه لكنها بتحب الحياه والطبيعه ونفسها تعيش حياتها وتلاقي اسره تتبناها. وهل هتقدر تعيش الحياه اللي هي عايزاها ولا الزمن اللي كلام تاني؟ كل ده هنعرفه ويلا بينا نبدا الحكايه. بيبدا الانمي بتاعنا مع بطلتنا اللي اسمها ان شارلي، ودي بنت جميله جدا ودايما متفائله ونشيطه، واللي بيميزها لون شعرها الاحمر الجميل وده بيخلي شكلها مميز وفريد. وهنقول عليها وان بتكون عايشه في ملجأ ايتام لان اهلها ماتوا من وهي صغيره، وبنشوفها وهي بتكون رايحه مع واحده من الملجأ توصلها، وخلاص بتكون مستعده وواخده شنطتها وكل حاجتها علشان في ناس بيقرروا يتبنوها. وهي في الطريق بتكون متحمسه جدا ان اخيرا حد قرر يتبناها، وان ما بتقدرش تسكت من الحماس وبتفضل تسال المربيه اللي بتوصلها عن الناس اللي هتروح تعيش معاهم، وبتعرفها انها هتعيش مع عيله اسمها كاسبريت، وبتقول لها ان عندهم بيت جميل وكل اللي حواليه شجر وخضره. واول لما بتعرف بتفرح لكن فجاه بتقف وبتزعل وبتحس ان فرحتها ممكن ما تكملش. وساعتها المربيه بتطمنها وبتقول لها ما تقلقش وانها هتكون كويسه مؤدبه وهم هيخلوها معاهم، وبتقول لها انها اكيد مش عايزه ترجع للملجأ تاني. وبيكملوا في طريقهم وبتكون فرحانه وبتقول لنفسها ان المكان اللي هتروح تسكن فيه سمعت انه اجمل مكان في العالم لدرجه بتسحر وبتنسي الانسان نفسه. والمربيه بتنادي عليها علشان تسرع شويه، والمربيه بتوصلها على المحطه. وفي الوقت ده بتلاحظ اب وام ومعاهم طفل، وبتكون متحمسه ان هيكون عندها عيله اخيرا. وبعدها المربيه بتاعتها بتكون مستعجله علشان القطر خلاص هيتحرك وهي لازم تمشي، وبتقرر انها تنادي على مدير المحطه وبتساله لو ينفع انها تسيب تستنى في المحطه لحد ما يوصل السيد كاسبريت. وبيعرفها مدير المحطه انه اكيد مفيش مشكله، وبعدها بتودعها وبتمشي. وبعد كده مدير المحطه بيطلب من لو هي عايزه تقعد في اوضه الانتظار، وبتقول له انها بتفضل انها تروح تقعد على الاعشاب، وبتفضل قاعده مستنيه الشخص اللي هيتبناها وهي كلها تفاؤل. وفي الوقت ده بيبقى الشخص اللي هيتبناها في الطريق وبيبقى اسمه ماسيو كاسبريت، وبيوصل على المحطه وبيسال مدير المحطه على القطر، وبيقول له المدير انه خلاص القطر وصل وكمان مشى. وبيعرفوا ان في بنت بقى لها فتره قاعده مستنياه، وبنلاحظ عليه انه متفاجئ ومصدوم كانه ما كانش متوقع حاجه معينه هنعرفها بعدين. واول ما بتاخد بالها ان في حد وصل على المحطه بتجري عليه على طول بدون تردد وبكل فرحه، وبتساله لو هو السيد ماسيو، وبيرد عليها بتردد كده انا ايوه هو. واول لما بتعرف بتقول له انها مبسوطه انها قابلته وهي كلها نشاط وحماس، وبتفضل تتكلم كتير وبتقول له انها كانت خايفه ان محدش يجي. وفي الوقت اللي هي بتتكلم فيه ماسيو كان ظاهر على وشه علامات استغراب منها ومن كلامها الكتير، بس كان واضح عليه انه بدأ يعرف انها بنت مش عاديه. وبتقول له ان هو لو ما كانش جه هي كانت هتنام عند شجره الكرز الكبيره اللي في المحطه وتقعد تتامل تحت الضوء القمر لحد ما يجي، وانه اكيد لو ما كانش جه النهارده فهي كانت واثقه ومتاكده انه هيجي بكره. وبعدها ماسيو بيتاسف لها انه اتاخر عليها وبيقول لها انهم جاهزين علشان يمشوا والعربيه بتاعته هناك، وبيعرض عليها شيل الشنطه بتاعتها لكنها بترفض وبتقول له انها فيها حاجاتها كلها لكن هي مش تقيله خالص، وبتكون هتطير من الفرحه والسعاده وانها اخيرا هتروح تعيش مع عيله حقيقيه ومع ناس فعلا كويسين ومكان يبقى فعلا بيت ليها وتعيش طفولتها. وبنروح لزوجة ماسيو اللي اسمها ماريلا، وبتكون قاعده في بيتها وبتطبخ ليها ولجوزها، وفجاه بتخبط عليها جارتها ريتشل واللي بيبان عليها انها حشريه. وريتشل بتعرفها انها شافت ماسيو من شويه وهو خارج، وبتسالها لو هو هيروح للدكتور ولا مكان تاني وبتقول لها ماريلا لا وان هو رايح لمحطه القطر. وبتعرفها انهم النهارده هيجي لهم ولد صغير من دار الايتام هم اتبنوه. وهنا بنفهم هو ليه ماسيو اتصدم اول لما شاف لانه كان فاكر انه هيتبنى ولد مش بنت، لانهم كانوا عايزين ولد يساعدهم لانهم كبروا في السن. وريتشل بتتصدم وبتقول لها انت عمرك ما ربيتي طفل، وبترد عليها ماريلا وبتقول لها ان بقالهم مده بيفكروا انهم يتبنوا طفل لان ماسيو بدا يكبر في السن وصعب عليهم يجيبوا حد يدفعوا له فلوس. وساعتها جارتها بتقول لها ان اللي هي بتعمله ده تهور وازاي هتخلي طفل هم ما يعرفوش يعيش معاهم. وبتفضل جارتها تحذرها انها ما تكونش بنت، وبتقول لها انها سمعت في الاخبار ان في بنت من دار الايتام لما عيله اتبنتها والبنت اللي اتبنوها موتتهم. وساعتها بتطمنها ماريلا وبتقول لها ما تقلقش لان اللي جاي لهم ولد مش بنت. لكن المفاجاه ان هي كل ده ما تعرفش انها بنت. وبنروح وهي في الطريق مع ماسيو وبيكون مش مركز معاه لانه مصدوم ومش عارف يعمل ايه ولا يقول بيكون ساكت طول الطريق من غير ما يقول ولا كلمه. ولان شخصيه اجتماعيه وبتحب الكلام، ولما حست بالملل بتقرر تفتح مع الكلام وبتقعد تكلمه على الشجر والخضره وان الشجر اللي حواليهم ده شبه العروسه لانه لون جذوره بيضه، وبتفضل تسال في كل حاجه بيعدوا عليها زي ليه التربه اللي حواليهم لونها احمر. وبتقول له ان كل ده هي هتكتشفه بنفسها لان دي الحاجه اللي بتخليها تحس انها عايشه ومبسوطه، وان كل حاجه في العالم بتخلي ان الشخص عنده فضول تجاهها ويحب ان هو يعرفها، في حين ان ماسيو بيبقى باين على القلق وكمان التوتر وانه مش حابب يكسر املها وفرحتها. وبيقول لها الحقيقه ولانه بيعجبه شخصيه
شخصيتها اللطيفة والمرحة وبيحس انها بنت مش عادية. ولما ان بتلاحظ انها بتتكلم كتير بتسأله لو حابب انها تبطل كلام، لكنه بيعرفها انه ما عندوش مشكلة، وساعتها بترد عليه ان شكلهم هيبقى في بينهم تناغم وانسجام وبيكملوا في طريقهم. وبعدها بتسأله لو بيته حوالي شجر وانه عنده جدول قريب من بيته، وبتفرح جدا لكن بتقول لنفسها لا ومش لازم افرح قوي كده. وبتسأله يا ترى شايف لون شعرها ايه، وبيرد عليها وبيقول لها احمر، وده بيخليها تزعل لانها مش بتحب لون شعرها الاحمر. وفي الوقت ده وهم في الطريق بيعدوا على غابة كلها شجر وبيكون شكله حلو جدا، وبتكون ان منبهرة بالمنظر اللي حواليها اللي بيديها امل، وبتفضل تلعب ورا الشجر وبتستمتع بكل لحظة هي بتعيشها لحد ما بتتعب. وبيسألها ماسيو لو هي عايزة تاكل، لكن مش بتهتم قوي لانها في عالم تاني وكل تركيزها مع المنظر الجميل اللي شافته. وكمان بتديله اسم طريق السرور الابيض. وان بتشوف بركة مية صغيرة وبتسأل ماسيو على اسم البركة، وبيعرفها ان البركة اسمها بركة باري، وبتقول له انها هتسميها بحيرة المية البراقة. وبيعدوا عليها وان بتكون حابة كل حاجة حتى صوت المية وصوت عجلات العربية، وبتكون مستمتعة بكل لحظة وهي في طريقها. وماسيو بيعرفها انهم خلاص قربوا يوصلوا البيت، وساعتها ان بتقول له انها حاسة انها فرحانة جدا بس في نفس الوقت زعلانة لان رحلتهم الحلوة خلاص قربت تخلص. وبيقول لها انهم خلاص وصلوا، وكان بيحاول يقول لها مكان البيت لكنها بتقول له انها هتعرف البيت لوحدها، وبتخمن اي بيت من البيوت وبيطلع البيت اللي هي شاورت عليه فعلا. وبتعرفه انها اول لما شافت البيت حست كانه بيتها بالظبط. وفي الوقت اللي ان فرحانه فيه ماسيو بيظهر عليه مشاعر الحزن لان كل ده هو ما قالش الان على الحقيقه لسه. وبيوصلوا على البيت وان بتكون داخله البيت بابتسامه وفرح وما تعرفش اللي مستنيها. وماسيو اول لما بيدخل البيت ماريلا بتكون في استقباله وبتبص على ان بنظرات استغراب، وبتساله هو فين الولد وليه جاب بنت وانهم مش عايزينها، وبتطلب ترجعها. والكلام بينزل على ان كانه صاعقه، وبتكون مصدومه جدا. في الوقت ده ماسيو بيحاول يفهم ماريلا وانه لما وصل ملقاش غيرها وانه ما يعرفش ايه اللي حصل، لكن هو ما قدرش يسيبها ويمشي واضطر ياخدها معاه. وان بتكون سامعه كل ده وبتنهار من العياط وبتصرخ فيهم وبتقول لهم انهم من الاول هم ما كانوش عايزينها بسبب انها بنت مش ولد، وانها كان لازم تعرف من الاول ان سعادتها دي مش هتكمل، وان مفيش حد عايزها ولا مستنيها، وكل الاحلام اللي رسمتها كانت مجرد خيالات. وفي اللحظه دي ماريلا بيبان عليها انها اتاثرت بكلامها وبتتضايق علشانها وبتقول لها ما تعيطش. وان بترد عليها انها مش حاسه بيها ولا فاهمه مشاعرها ولا عارفه يعني ايه حد يكون يتيم، ولما حد يتبناه ويكون فاكر انه لا بيته، لكن بيطلع كل ده وهم وخيال. وماريلا بتحاول تهديها وبتعرفها انها هتقضي اليوم معاهم النهارده وهترجع بكره، وبتسالها على اسمها. وان بتقول لها تنادي لها كورديلا لانها بتحب الاسم ده. وقتها ماريلا بتسالها على اسمها الحقيقي وبتعرفها انه اسمها ان. وماريلا بتبدا تسال لو مفيش اي اولاد عندها في دار الايتام، وبتعرفها انه في، لكن المربيه بتاعتها هي اللي قالت لها انهم عايزين بنت. وان بتتعصب على ماسيو انه ليه من الاول ما عرفهاش الحقيقه، وانها حطت املها وان كل حاجه ما كانتش هتكون صعبه لو ما كانتش عدت على طريق السرور الابيض وبحيره الميه البراقه. وماريلا مش بتكون فاهمه حاجه وبتسال ماسيو هي بتتكلم على ايه، وبيقول لها ده كان كلام بينهم في الطريق. وبعدها ماسيو بيطلب من ماريلا تحضر ليهم العشاء. واول لما ماريلا بتحضر العشاء ان بتكون رافضه انها تاكل، وماريلا بتقول لها ليه مش بتاكل، وبترد عليها ان انها زعلانه جدا دلوقتي وازاي هتقدر تاكل وهي حزينه. وبتسال ماريلا لو هي من كتر الحزن ما قدرتش تاكل قبل كده، وبتعرفها ماريلا انها عمرها ما كانت حزينه جدا لدرجه انها ما تاكلش. وساعتها بترد عليها انه من الحزن الانسان بيحس بتقل في بقه ومش بيقدر ياكل. وبنلاحظ على ماسيو انه متضايق. وبعد ما بيخلصوا العشاء وماريلا بتاخد على الاوضه اللي هتنام فيها، وبتقول لها اكيد معاها اللبس اللي هتنام بيه، وبتقول لها تبدل لبسها وتنام. وبعد شويه بتدخل ماريلا عليها وبترتب لها لبسها وبتطفي لها النور وهي على الباب بتقول لها تصبح على خير. وساعتها بتكون سامعاها وبتتعصب وبتقول لها هي عارفه قد ايه هي بتعاني وانها بتعيش اسوأ يوم ليها، وبعدها بتغطي نفسها وبتفضل تعيط. وماريلا بتروح لماسيو اللي بيكون قاعد سرحان وبتبلغه انها بكره هتروح لدار الايتام وانها لازم ترجع لهم. وماسيو بيوافقها على الرغم انه حاسس انها طفله لطيفه وعجبته شخصيتها. وماريلا بتقول له انه اكيد مش بيفكر يخليها معاهم ولانها مش هتقدر تساعدهم في اللي هم عايزينه. وساعتها بيرد عليها انه ايوه هي مش هتقدر تساعدهم بس احنا اللي ممكن نساعدها. ووقتها ماريلا بتقول له هي عملت لك ايه علشان تسحرك، وبيعرفها انها ما تعرفهاش لسه وانه كان لازم تشوفها من اول لما قابلها في المحطه لحد ما وصلنا للبيت. وبيقول لها لو هي فضلت معاهم هما مش هيحسوا بالوحده، وبتتعصب عليه ماريلا وبتقول له انها مش وحيده وانهم مش هيسيبوا ان معاهم. وبعد كده بيدخل ينام وبيسيبها. بس يا ترى ايه اللي هيحصل بعدين، وهل فعلا هيرجعوها ولا هيحصل حاجه غير متوقعه وهتكمل معاهم ولا هترجع لدار الايتام؟ وخلونا نكمل علشان نعرف. وتاني يوم الصبح بتصحى وبتتامل في الشباك اوضتها وبتفضل تتفرج على جمال الزرع والشجر، وبتبدا تغسل وشها وبتعمل
تعمل شعرها وبتجهز وهي كلها تفاؤل وامل ولا كأن في حاجه. وبتكون ماريلا مجهزه الفطار، وان وهي بتفطر بتقول امبارح كان يوم صعب وحزين، لكن النهارده هي فرحانه جدا لان الجو النهارده جميل ومشمس. وبتفضل تاكل وتتكلم معاهم، وبتفضل تتكلم كتير لحد ما ماريلا بتقول لها تاكل وهي ساكته، وبتبص لماسيو وبتبتسم له. وبعدها ماريلا بتروح تغسل الاطباق وبتدخل عليها ان وبتحاول تساعدها وبتقول لها هي اللي هتغسل الاطباق. بتتفاجئ ماريلا وبتسالها هي بتعرف تغسل كويس، فبترد عليها ان وبتقول لها هي شاطره في حاجات كتير لكنها شاطره اكتر في انها تهتم بالاطفال. وبتقول لها يا خساره انك هنا ما عنديش اطفال. وماريلا بترد عليها تقول لها اطفال كفايه عليا انتي. وبتخلص ان غسل الاطباق والاطباق بتبقى بتلمع من النظافه. وبتتفاجئ بيها ماريلا وبتقول لها تخرج تتفرج على الشجر والزرع لحد ما هي كمان تجهز ويمشوا. وبتتحمس ان وبتخرج تجري، لكنها قبل ما تطلع بتفتكر حاجه وبترجع تاني وبتروح تعيط وبتقول لها انها مش عايزه تخرج وهي كده كده مش هتعيش هنا. واللي تحمس نفسها وتروح تتفرج على الزرع والورد، وان كل الحاجات اللي هي بتحبها زي الورد والشجر وملكه التلج كل ده ما بقاش ليه اي معنى. وبتستغرب منها ماريلا وبتسالها يعني ايه ملكه التلج، فبتقول لها ان دي شجره الكرز اللي قدام الشباك بتاعها. وساعتها بتحاول ماريلا تفهم ليه بتسمي الشجر الفايده من تسميتها. وبترد عليها ان مفيش اي فايده، لكن هي تقدر تعرف كل حاجه احسن لما تديهم اسم. وبتقول اكيد انها نفسها حد يديها لقب تاني غير امراه. وبيبقى باين ان ماريلا اتاثرت بكلامها. وبعدها ماريلا بتكون بترتب المكان وبتفكر في ان وبتبقى عجبتها شخصيتها. وبعدين بتقول لا مش هخليها تسحرني باسلوبها. وعلى طول بتنادي على ماسيو وبيجهز لهم عربيه الخيل. وماريلا بتاخد ان علشان ترجعها، وان بتودع ماسيو بابتسامه. وهم في الطريق ان بتلاحظ الهدوء والصمت. وطبعا ان شخصيه مش بتحب الهدوء، هي شخصيه دايما حيويه ونشيطه. وبتقرر تتكلم مع ماريلا وبتقول لها خلينا نستمتع بطريقنا. وبتقول انها دايما بتقدر تنبسط بالاشياء لما تقدر تهيئ عقلها. وان وهم في الطريق فجاه بتشوف ورد لسه بيتفتح، وبتقول لماريلا تبص على الورد وان شكلهم حلوين جدا، وان اللون الوردي بالنسبه لها ده اكتر لون ساحر ومميز هي شافته في حياتها. وبعدين بتقول بس للاسف الناس اللي شعرهم احمر مش هيقدروا يلبسوا وردي. وبتسالها لو هي شافت حد كان شعره احمر ولما كبر لون الشعر اتغير. وبترد عليها انها ما تعرفش حد. وبتكون انا حاسه بالاحباط لانها مش بتحب شعرها الاحمر. وبتقول لها ان في كل الحالات حياتها وحشه. وبيبقى ماريلا عندها فضول عن ان وحياتها وبتطلب منها تحكي لها عن نفسها. وان بترد عليها ان الماضي بتاعها ما فيهوش اي حاجه مهمه، كانها شافت حاجات صعبه في حياتها. وبتفضل ماريلا تسالها على حياتها، وبتعرف منها ان عندها 11 سنه وان عيلتها ماتت من زمان وهي كانت صغيره جدا. ولكن وهي بتتخيل حياتها معاهم، وحتى لما عيله اتبنتها كانوا بيخلوها تغسل الاطباق وعيله تانية تبنوها، وكان عندهم 3 توائم وهي كانت بتساعدهم. فهي كانت بتتخيل عيلتها وبتكون متاثره. وبتبقى ماريلا اتاثرت بالكلام بتاعها جدا وبتحس بالزعل عليها. وبتسال ان لو الناس اللي اتبنوها كانوا بيعاملوها كويس ولا لا. وبتعرفها انهم كانوا كويسين لكن الحياه كانت صعبه، لكن نيتهم كانت خير ليها. وفجاه وهم ماشيين ان بتشوف طيور النورس وشكلهم جميل لدرجه بيعجبوها جدا. وبتقول لماريلا على طول تشوفهم وازاي هم حلوين وهم بيطيروا على الميه. وبتسال ماريلا لو نفسها تكون نورس. وبيوصلوا على بيت واحده كان ماسيو متفق معاهم انه عايز يتبنى طفل. وبيقابلوا صاحبه البيت وماريلا بتبدا تفهمها المشكله اللي حصلت يعني، وانهم بعتوا بنت بدل ولد. وبتسال لو هينفع يرجعوها لدار الايتام. وصاحبه البيت بتبلغها ان عندها صديقه كانت محتاجه تشغل بنت صغيره عندها. وبتقول لهم ان حظهم حلو انها موجوده دلوقتي ويقدروا يقابلوها. في اللحظه دي ان بتكون خافت. وبعد كده بيدخلوا يقابلوها وبيبان على الست اللي عايزه تتبنى انها ست شريره. وماريلا اول لما بتشوفها بتبقى مش مرتاحه ليها. والست بتقوم بتروح لان وبتفضل تسالها عندها كام سنه واسمها ايه. وبتقول لها من شكلها كده مش هتنفع، لكن هي رفيعه ورشيقه. وبتزعق لها وبتقول لها لو انا هتبناكي يبقى لازم تبقي كويسه وذكيه ومحترمه علشان لما هتروح عندها هتديها اكل. وعلشان كده بتقول لها لازم تثبت نفسها علشان تبقى قد خدمتها وكانها مش طفله، ومن حقها تعيش طفولتها وتتعامل احسن معامله. وفي نفس الوقت ده ان بتكون قاعده خايفه جدا منها. وماريلا مش بتكون قادره تتحمل طريقتها واسلوبها الغريب ومعاملتها مع ان ومش بتسكت لهم. وبتعرفهم انها كانت جايه تعرف ازاي الغلط ده حصل لكن ما كانتش جايه ترجعها. وبتعرفها انها هي وجوزها لسه ما قرروش هيعملوا ايه. وفي اللحظه دي ان بتفرح جدا وبيرجع لها الامل تاني. وبتقول لهم ماريلا انها لسه هتفكر مع جوزها وهيقرروا. وبتتضايق منها الست اللي كانت عايزه تاخد ان. وبعد كده ماريلا بتاخد ان علشان يروحوا على البيت. وفي طريقهم ان بتسال ماريلا هي بجد هتفكر مع ماسيو انها تعيش معاهم ولا لما سمعتها كانت بتتخيل بس. وبترد عليها ماريلا انها لازم تتحكم في تفكيرها لانها كده مش قادره تفرق بين الخيال والواقع. وبتعرفها انها فعلا قالت كده. وان في اللحظه دي بتكون في قمه سعادتها وكأن الامل رجع لها والفرحه دخلت لحياتها تاني. واول لما بيرجعوا على البيت ماريلا بتحكي لماسيو كل اللي حصل لما رجعت.
وبيقول لها كويس انها عملت كده وما سابتش قال للست دي. بس ماريلا بتكون قلقانه لانها عمرها ما ربت طفل قبل كده، وبتقول لماسيو انها حاسه ان دي مسؤوليه، وخصوصا انها ما عندهاش خبره في تربيه الاطفال وخصوصا تربيه بنت. ولكن ماسيو بيطمنها وبيقول لها ما تقلقش لان ان طفله ذكيه وانهم يقدروا يهتموا بيها. وبنروح لان اللي بتبقى في الوقت ده قاعده في الاوضه بتاعتها وبتحاول تنام لكن مش قادره تنام لانها فرحانه جدا ومبسوطه، وبتفضل تدعي وتصلي وبتروح تقف عند شباك اوضتها وبتقول انها بتتمنى حاجتين يحصلوا، وبتدعي ان ده يحصل. اول حاجه انها لما تكبر نفسها تكون جميله، والحاجه التانيه انها تعيش مع ماسيو وماريلا في بيتهم. وتاني يوم الصبح ان بتساعد ماسيو وماريلا في البيت وبتخرج تملي الميه ويفطروا وبتساعدهم في الاسطبل بتاع الحيوانات. وبتمر الايام وكل ده وان ما تعرفش هي هتكمل معاهم ولا لا. وفي يوم وهم بياكلوا ماسيو بيسال ان ايه نوع الحلوى المفضله ليها، وبتعرفوا انها بتحب كراميل الشوكولاته. وبيكملوا اليوم وهم كلهم بيشتغلوا في الزراعه في الحقل، وان بتساعدهم لكن ان بتكون حاسه بالقلق. علشان كده وهم بياكلوا بتقرر تسالهم لانها عايزه تعرف لو هي هتكمل معاهم ولا هيمشوها، وبتترجاهم يعرفوها لانها مش فاهمه حاجه. وبترد عليها ماريلا رد غريب وبتقول لها انها ما دفتش قماشه الاطباق بميه سخنه، وكمان بتسرح بخيالها في الحقل بتاعهم. وماريلا وهي بتتكلم ان بتكون حاسه بالزعل جدا وبتعيط، وبتكمل ماريلا كلامها وبتقول لها انها لازم تعمل دورها كويس قبل ما تسال كتير. وساعتها ان بتكون حزينه جدا، لكن بعدها بتعرفها انهم خلاص فكروا كويس وقرروا انها تكمل وتعيش معاهم بشرط انها تبقى مؤدبه. وفجاه ماريلا بتقول لها ايه المشكله، وده لان ان اول لما بتسمع الكلام ده عينها بتكون مليانه دموع وبتعيط، وبتعرفهم انها مبسوطه جدا وان كلمه سعاده مش كفايه انها تعبر عنها بكلمه او عن اللي هي حاسه بيه، لانها اخيرا هتعيش مع عيله ويبقى عندها بيت وتعيش الحياه اللي هي عايزاها. وكلامها بيخلي ماسيو وماريلا يفرحوا، وان بتعرفهم انها هتحاول تكون مؤدبه اكتر وتعمل كل اللي عليها، وبتفضل تعيط من الفرحه وبتقول ان في دموع في الفرح زي ما في دموع الحزن، ودموعها دلوقتي هي دموع السعاده. وتاني يوم الصبح كلهم بيصحوا وبيبداوا شغلهم، وماسيو بيبقى بيحصد التفاح من على الشجر. وفي الوقت ده ان بتبقى بتتفرج على نحله بتقع مع الورد في الحديقه وبيعجبها المنظر جدا، وبتقول انها عايشه في بيت جميل. وفي الوقت ده بتدخل عليها ماريلا وبتعرفها ان الورد ده اسمه الورد الاسكتلندي، وماسيو بيحب الورد ده جدا، وبتعرفها اللي زرع الورد ده هي مامتها. وبتستغرب ان وبتقول لها مامتك اللي زرعته، وبترد عليها ماريلا ان اكيد كان عندها ام، وبتطلب من ان تناديها بماريلا على طول من غير القاب. وان بتقول لها انها هتنادي عليها بالعم ماريلا لكن بترفض وبتقول لها انا مش عمتك. وبترد ان انها هتناديها باللي هي عايزاه في خيالها، وماريلا بتقول لها تعمل اللي عايزاه. وبعدها ان بتسيبها علشان تروح لجدول الميه، وبتلبس الطاقيه اللي ماريلا جابتها لها وبتجري على طول. وماريلا بتقول لها بالراحه لا تقع وهي بتجري، وان بترد عليها انها ما تقلقش. وفي اللحظه دي ريتشل بتكون جايه بتتسحب على بيت ماريلا بالراحه وبتبص عليهم من الشباك، لكن ماريلا بتشوفها وتناديها. وبتتفاجئ ريتشل ان ماريلا شافتها وماريلا بتسال عليها، وبتعرفها ريتشل انها كانت تعبانه بقالها اسبوعين، وبتسالها عن الطفل وعرفت منها انها بنت. وماريلا عرفتها انهم قرروا يخلوها لان ماسيو حبها جدا. وريتشل بتحاول تخوفها من ان وبتقول لها انهم مش عارفين هي ممكن تعمل ايه، وبتعرفها ماريلا انها عجبتها كمان وطالما هي اخدت قرار مش هترجع فيه. وفي الوقت ده بتيجي ان وهي بتجري وبتنادي على ماريلا، واول لما ريتشل بتشوفها بتعرف انها هي اللي تبنوها. وساعتها ريتشل بتضايق ان بالكلام وبتتريق على شكلها وشعرها، وبتقول انهم اكيد ما اختاروهاش علشان شكلها وانها مش جميله ورفيعه وشعرها احمر. وان اول لما بتسمع كده بتتضايق جدا، وريتشل بتكمل كلامها وانه شعرها الاحمر شبه الجزر. وان بتتعصب وما بتقدرش تستحمل وبترد عليها وهي بتزعق وبتقول لها انها بتكرهها جدا. وفي اللحظه دي ماريلا بتحاول توقفها، وماسيو بيسمع الصراخ من بعيد. وبعدها ان بتقول لريتشل انها ازاي تقول عليها نحيفه ووحشه، وبتفضل تخبط في الارض وبتقول لها لو هي قالت عليها نفس الكلام ده وانها تخينه وغبيه. وبتقول لها ان هي مش مهتمه لو كلامها جرح مشاعرها لان كلامها جرح مشاعرها اكتر بكتير، وانها مش هتسامحها على كلامها ده. وساعتها بتتدخل ماريلا وبتطلب من ان تروح على اوضتها لحد ما هي تجيلها، وبتتعصب ان وبتجري على اوضتها. وبعدها ريتشل بتقول لها انها عمرها ما شافت حد اتعامل معاها بالطريقه دي، وبترد عليها ريتشل وبتقول لها ان هي اكيد مش موافقه على اللي عملته. وماريلا بتقول لها لا وهي هتروح تتكلم معاها في اللي هي عملته، لكن بتلوم ريتشل في اللي هي عملته لانها كلمت ان بطريقه وحشه. وفي اللحظه دي ماسيو بيكون وصل على صوتهم العالي، وبترد ريتشل على ماريلا انها بعد كده هتاخد حذرها في الكلام، وبتقول ان عمرها ما تعرضت للاهانه زي ما حصل معاها النهارده، وبتمشي وبتسيبهم. وفي نفس الوقت كل ده ان بتكون شايفاه من شباك اوضتها وبتكون متضايقه، وبتدخل عليها ماريلا وان بتكون زعلانه ونايمه على السرير. وبتفضل ماريلا تنادي عليها علشان تقوم ومش بترد عليها، وبتقول لها هو ده اللي احنا اتفقنا، هي دي طريقتك المؤدبه؟ وساعتها بترد عليها وبتقول لها ان هي قالت لها قبيحه وان شعرها احمر. وماريلا بتقول لها ما كانش ينفع ترد عليها كده وانها لازم
تروح تتأسف لريتشل، وبترد عليها انها مستحيل تعمل كده، وبتسألها ماريلا ليه، وبتقول لها ان انها مش اسفة ولا حاسة بده، وبتقول لها ماريلا انها هتفضل في الأوضة لحد ما تقرر تعتذر، وان بتقول يبقى هكمل في الأوضة للأبد، وبترد عليها انه براحتها وبتسيبها وبتمشي. وماريلا وهي نازلة على السلم بتفتكر شكل ريتشل وهي بتصرخ وبتضحك عليها، وماسيو وماريلا بيبقوا قاعدين يتعشوا وبيكونوا بيتكلموا عن اللي حصل، لكن ماسيو بيدافع عن ان وبيقول لها انه محدش عرفها ايه الصح وايه الغلط، وبيسألها لو هي هتديها اكل تاكله، وبيبان انه قلقان عليها، وماريلا بتعرفه انها ناويه تخرجها بس في المقابل تعتذر. وفي الوقت ده ان واقفه عند الشباك وبتتأمل. وتاني يوم الصبح اول لما ماريلا بتخرج من البيت، ماتيو بيدخل بالراحه كانه حرامي علشان ماريلا ما تشوفوش ويا ترى هيعمل ايه، وبنلاقيه بيخبط على ان وبيكون قلقان عليها، ولما بيطمن عليها بيطلب منها تروح وتخلص الموضوع، وان بتقول له يقصد تروح لريتشل وتعتذر لها يعني، فبيقول لها ايوه وتصلح الامور، وكمان لان ماريلا عنيده. وساعتها ان بتوافق وبتقول انها هتعمل كده لان هو اللي طلب منها، وانها مستعده تعمل اي حاجه طالما هو اللي قال لها، وبيشكرها وبيعرفها ان المكان تحت من غيرها وحش، وبيطلب منها ما تقولش لماريلا على الكلام اللي قاله. وبتتحمس ان جدا وبتنادي على ماريلا وبتعرفها انها مستعده تروح تعتذر لريتشل، وهما في الطريق ان بتتدرب ازاي تعتذر، وماريلا بتسالها هي بتعمل ايه، فبترد عليها ان وبتقول لها انها بتتدرب على اللي هتقوله ريتشل. وبيوصلوا على بيت ريتشل، واول لما بتشوف ان بتتعصب، وعلى طول ان بتعتذر لها وبتفتح ايديها وكانها بتقول شعر مش بتعتذر، وبتقول لها انها مش عارفه تعبر عن حزنها الكبير، وانها معاها حق في كل كلمه قالتها، وان كلامها صح، وانها اكيد مش عايزاها تكون حزينه، علشان كده بتطلب منها تسامحها. وفي الوقت ده ماريلا بتكون مستغربه من حركات ان، وعارفه انها بتحاول تستعطفها، وريتشل بتقرر تسامحها وبتعرفها انها قالت كلام صعب ليها، وانها طفله، وبتعرفها انها كانت تعرف واحده شعرها احمر وشعرها تحول للون كاستنائي، وبتقول لها ان لو لون شعرها في المستقبل اتغير هي مش هتتفاجئ، وان بيعجبها كلامها جدا، وبتعرف انها اديتها امل. وماريلا بتطلع ليهم وبتقول لان عملت كده ازاي، وبعدها بتطلب منها تروح تلعب في الحديقه شويه لانها عايزه تتكلم مع ريتشل. وريتشل بتقول لان تقدر تاخد باكيت ورد من زومب كيونو البيضاء، وعلى طول ان بتجري تروح على الحديقه، وبتقول ريتشل لماريلا انها عندها اسلوب غريب في التعبير عن نفسها، لكن عندها شخصيه جذابه وانها حبتها جدا. وبتوضح ماريلا لريتشل انها كانت قلقانه وهي بتعتذر لها لكن عجبها طريقتها، وبتشكرها علشان سامحت ان. وبعد ما بيخلصوا وهم في الطريق للبيت، ان بتكون معاها باكيت ورد اللي اخدتها من حديقه ريتشل، وبتبقى فرحانه بيهم جدا لان شكلهم جميل، وبتقول على ريتشل لطيفه جدا ان هي سمحت لها تاخد باكيت الورد دي، وبتطلب منها ماريلا ان هي بعد كده تخلي بالها علشان ما يحصلش مواقف زي كده تاني، وتضطر تعتذر. وبترد عليها ان ده بيحصل بسبب ان الناس بيتريقوا على شكلها وكمان على شعرها، وبتعرفها ماريلا انها طفله مغروره، وبترد عليها ازاي ان هي طفله مغروره وهي قبيحه، وانها بتحب كل حاجه جميله، وانها بتكره لما تبص في الازاز وتشوف حاجه مش جميله، وازاي هي هتحب الناس اللي بتلفت الانتباه. فبترد عليها ماريلا ان الجميل جميل الافعال، وبتقول لها انها اول مره تحس بشعور الاعتذار والمسامحه، وده شعور جديد ومختلف عليها. وبيكونوا قربوا على البيت، واول لما بتشوف البيت من بعيد بتفرح جدا وعينها بتلمع، وبتقول لماريلا ان شعور الرجوع للبيت شعور جميل جدا، لما نكون عندنا بيت نرجع ليه. وبتكون مبسوطه جدا وبتقرر تمسك ايد ماريلا، وبتتفاجئ منها وان بتقول لها انها فرحانه، وماريلا بتقول لها لو فضلت بنت مؤدبه هتكون سعيده على طول. وتاني يوم بيخرج ماتيو على العربيه، وبنروح لان وماريلا وهم في البيت، وان بتقيس فستان اللي بتكون ماريلا خيطته ليها بنفسها، لكن مش بيعجب ان قوي، وبتقول لها هتخيل انها هحبه علشان ما تزعلش منها. وبتقول لها ماريلا انها خيطته بنفسها، وبتسالها ايه مشكلته، وبتعرفها انها مقدره انها عملته علشانها، لكن اسلوبه قديم جدا، وهي لو لبست ملابس بالاكمام واسعه عليها كان هيخليها متحمسه اكتر، وكمان القبعه شكلها عادي مش مميز. وبتتعب منها ماريلا، وبتقول لها ان الصداع بيتقل بسببها، وبتعرفها ان المدرسه هتبدا يوم الاحد وتبدا تستعد، وبتعرفها انها هتروح لوحدها. ساعتها بتتمنى انها تتعرف على ناس ويكون عندها اصدقاء، وبتسالها ماريلا ايه نوع الاصدقاء اللي هي عايزاها، وبتقول لها انها عايزه صديقه تكون عزيزه عليها. وبتقول لها ماريلا ان في واحده اسمها داينا باري، وهي تعرفها وهي ساكنه جنب بحيره الباري، وهي هتعرفها عليها لكن مش النهارده لانهم مش موجودين دلوقتي. وبتقول عنها انها بنت جميله ولطيفه، وان بتتحمس جدا انها اخيرا هيبقى عندها صديقه جميله، وهل فعلا حياه ان تتحسن وتعيش الحياه اللي هي عايزاها وتقدر تكون صحاب، ولا لسه في حاجات هتواجهها، وكل ده هنعرفه. وتاني يوم ان مش بتكون قادره تسيطر على فرحتها، وبتفضل تجري وتتنطط في الطريق وهي بتنادي على ديانا باري، واللي هي تكون صديقتها لسه، وتقول اسمها كتير، والناس اللي ماشيين بيستغربوا منها ومن حركاتها. وفجاه القبعه بتاعتها بتقع عند الورد، وبتفضل ان تتامل في الورد كانه جالها فكره لحاجه. وبعدين بتوصل للكنيسه، وفجاه بالله البنات بيبصوا عليها، وبيبان
عليها انها اتضايقت، وده لانهم بيكونوا مستغربين من شكلها، وده لانها بتكون حاطه على القبعه بتاعتها ورد، واللي بيخليها شكلها مختلف وغريب. واول لما بتدخل البنات بيفضلوا يضحكوا على شكلها، وبتدخل ان جوه وبتكون ريتشل هناك وبتشوفها، وان بتفضل تدعي للملابس بتاعتها انها عايزاها اوسع، وبتخلص وتطلع تجري. وبعدين بتوصل على البيت وبتكون زعلانه ومتردده تدخل. واول لما بتدخل ماريلا بتقول لها انها اتاخرت، بترد عليها ان انها اخذت الطريق الطويل للبيت، وبتقول لها ان ريتشل كانت هنا وحكت لها ان ريتشل شافتها في الكنيسه وكانت لابسه القبعه عليها ورد شكله سخيف، وبتعرفها انها عملت كده فعلا. وبتسالها ماريلا هي ليه عملت كده، وبسبب اللي هي عملته اكيد كان كل الناس بتبص عليها. وساعتها بتشرح لها سبب انها تعمل كده، ولان البنات الصغيرين كانوا بيثبتوا باقات الورد في ملابسهم. وبتقول لها الفرق لو عملت كده على القبعه. وقتها بتزعق ماريلا وبتقول لها ده هيسبب لها مشاكل احراج. وبتعرفها ان ريتشل حكت لها ان الناس قعدوا يتكلموا عليها وعلى شكلها، والناس هتفتكر انها ما عندهاش اي ذوق، علشان كده سابتها تعمل التزيين السخيف ده. واول ما ان بتسمع الكلام ده على طول بتبدا تعيط، وبتتاسف لماريلا وانه بسببها هي هتحس بالعار وسط الناس اللي في الجزيره، وانها ما توقعتش انها هتمانع انها تعمل كده. وبتعرفها انها خايفه تكون عقبه في حياتها، وبتطلب منها ترجعها لدار الايتام لان ده هيكون افضل ليها من ان تسبب لها العار والحرج. وبتعرفها انها لو مشت هتزعل جدا على جمال الزرع وكمان على الشجر، لكن ده افضل حاجه من انها تكون عقبه في وشها وتسبب لها الحرج والمشاكل. وقام بتكمل عياط وبتتاثر ماريلا بكلامها، وبتقول لها ما تقولش الكلام ده تاني، وانها كل اللي متاكده منه انها مش هترجعها دار الايتام تاني، وان كل اللي هي عايزاه منها انها ما تحرجش نفسها وتكسف نفسها قدام الناس. وبتعرفها ان ده بيتها خلاص وانها بتنتمي للمكان هنا، وبتوقف عياط وبتعرفها انه عندها اخبار حلوه، وان ديانا ناري رجعت لبيتها وبتاخدها علشان يروحوا ليها. وبتسالها هيروحوا امتى، وبتعرفها انهم هيروحوا حالا. وهم في الطريق بتكون متوتره ومش عارفه تمشي، وبتقول لماريلا انها خايفه ان ديانا ما تحبهاش، وبتقول لها انها اكتر بنت خوافه في الجزيره. وماريلا بتطمنها وبتقول لها ما تخافش، وبتعرفها ان ديانا اكيد هتحبها لكن تخلي بالها من تصرفاتها، وان السيده باري شخص انيق جدا. وبعد ما بيوصلوا على بيت السيده باري وبتستقبلهم السيده وبتسالها مين الطفله دي، وساعتها ماريلا بتعرفها عليها وبتقول لها ان دي ان تشارلي. وان في الوقت ده بيظهر عليها انها متوتره جدا ومش بترد عليها، لحد ما ماريلا بتفوقها وبتتكلم ان بتوتر وبتعرفها بنفسها. وبيبان على السيده باري انها طيبه جدا، وبتبتسم لان وبتسالها عامله ايه، فان بترد عليها وبتقول لها ان هي بخير جسديا لكن روحيه مشوشه. وبعدها بيدخل البيت وان بتكون متوتره وقلقانه علشان هتقابل داينا هي ممكن ما تحبهاش. والسيده باري بتقول لبنتها دي ان اللي انا قلت لك عليها الساكنه عند الجرمونات الخضراء، وبتطلب من داينا تاخدها للحديقه بتاعتهم. وبيخرجوا يتمشوا وبتسال ان داينا لو هي بتحب تقرا الكتب. ساعتها بترد عليها انها بتحب تقرا وتقعد طول اليوم. وساعتها بتعرفها داينا انها بتحب القصص الرومانسيه والمأساويه والمشوقه، بس مامتها بتقول لها ان القرايه طول اليوم بتتعب العين، وان مامتها نفسها تكون اصدقاء وتخرج وتلعب معاهم. ساعتها بتدرك داينا الكلام اللي هي قالته، وبتحس ان هي قالت كلام ما ينفعش تقوله، وبتعتذر لان انها ما كانتش تقصد تقول كده ليها. وساعتها ان بترد عليها وبتقول لها جمله كانت سمعتها في الكنيسه، وبتقول لها ان الجمله دي عجبتها علشان شكلها مأساويه ومثيره. وبيبان على داينا انها بتعجب بان وبتفرح بكلامها وانهم ممكن يبقوا اصدقاء. وبتسال ان داينا لو هي تقدر تحبها، وبتتفاجئ داينا من سؤالها، وبتطلب منها ان انها تكون صديقتها، وبتقول تقصد تكون اعز صديقه ليها. وقتها بتفضل داينا تضحك وبتقول لها انها مبسوطه انها جت تعيش هنا، وبتفرح ان بكلامها وبتطلب منها تحلف انها هتفضل صديقتها دايما وللابد كمان. وبتقول لها دينا انها ما عندهاش مشكله لكن هتعمل كده ازاي. وبتقول لها ان انهم لازم يمسكوا ايد بعض، وبيمسكوا ايد بعض فعلا. وبتبدا ان وبتقول انها بتحلف انها رسميا بقت صديقه مخلصه لصديقتها داينا باري. وبتقول لها ان تقول وراها القسم، وبتردد نفس القسم اللي قالته ان، وبيفرحوا جدا هما الاثنين. وبتسالها دينا يعني ايه كلمه مديان واللي سمعتها في الكنيسه، وبتعرفها ان انها ما تعرفش. وبعدها ان وماريلا بيكونوا مروحين للبيت، وهما في الطريق ان بتكون فرحانه وماشيه بكل سعاده وفخر. وبتقول لها ماريلا شكلها اسعد واحده في الجزيره دلوقتي. وبتقول لها ان عيد ميلاد ديانا في فبراير وعيد ميلادها في مارس. وبتسالها انها صدفه غريبه، وان دينا هتديها لوحه تعلقها في اوضتها. وبتفضل تكلمها على دينا طول الطريق. وبتقول لها ماريلا انها تفتكر ان عندها شغل ولازم تخلصه الاول. وان بترد عليها انها عارفه، وبتقول لماريلا يا ريت لو كان عندها حاجه تقدر تقدمها هديه لدينا. واول لما بيروحوا البيت ويتعشوا ان بتكون بتغسل اطباق، وبيدخل عليها ماتيو وهو مخبي حاجه وراه، وبيقول لها انه عارف انها بتحب الحلوى الشوكولاته، وبيبقى جايب لها شويه من حلوى الشوكولاته. وبتفرح ان جدا وبتشكره، لكن بتقول ماريلا ان ده هيفسد اسنانها ومعدتها. وساعتها الاتنين بيزعلوا من كلامها، وبتقول لهم ما يبصوش ليها كده، وبتقول لها تاكلها طالما
طالما ماتيو جابها ليها مخصوص، وساعتها بتفرح جدا ولكن بتقول لها ماريلا بلاش تاكلهم كلهم مرة واحدة، وقام بترد عليها انها هتاكل واحدة بس النهارده، وبتستأذن ان ماتيو لو ينفع تدي نصهم لدينا صديقتها، وهو بيوافق وبتقول له ان اكيد طعم النص التاني هيبقى احلى بمرتين لما هتقسم الحلوى بينها هي ودينا، وبتفرح انها هتقدر تشارك معاها حاجة وتديها لها. وبعد كده آن بتكون في اوضتها وواقفة عند الشباك وبتفضل تنور لصاحبتها بالشمعة، وبيوصل النور للناحية التانية عند دينا واللي بتكون بتشاور لها هي كمان، وبيحسوا ببعض وهم بيكونوا مبسوطين قوي. وفي الوقت ده ماريلا بتكون قاعدة مع ماتيو وبيتكلموا على آن، وانها مش مصدقة ان بقالها بس 3 اسابيع، لكن هم حاسين انها بقالها معاهم سنين وانهم اخدوا عليها بسرعة، وانها مش هتقدر تتخيل البيت من غيرها بعد كده. وساعتها ماتيو بيبص لها بصة غريبة وبتطلب منه ماريلا ما يبصلهاش كده، كأنه بيقول لها قلتلك قبل كده انك هتحبيها، وبتقول لماتيو انها مستعدة تعترف انها مبسوطة انهم قرروا يخلوها تعيش معاهم في البيت، وبتقول له ما يتريقش عليها ويفكرها انها ما كانتش عايزاها. وبنروح لان وهي خلاص قسمت الحلوى عليها هي ودينا، وبتتكلم انها النهارده قدرت تعمل صديقة ليها اخيرا، وانها مبسوطة جدا ومستنية تقابلها علشان تديها الحلوى، وبتتمنى انها تعجبها. وبتروح في النوم وبتيجي ماريلا وبتغطيها وبتقفل الانوار ليها وبتمشي، وهنبدأ نشوف حياة آن مع صديقتها.